إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. قال رب العالمين في كتابه الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وكذلك في الصحيحين عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ولهذا شرع الله سبحانه وتعالى شرائع، وأمر بأوامر، وحرم محرمات حتى يستقيم الأمر للناس. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا، هو الذي خلق كل شيء، الله خالق كل شيء. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق كل شيء، وركب في كل شيء ما ركب، وجعل كل شيء على ما جعل، وهو أعلم بكل شيء سبحانه وتعالى، وهو بكل شيء عليم، أعلم بنفسه وبغيره، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه سبحانه وتعالى. فإذا ما رجعنا إلى كتابه الكريم وسنة نبيه التي أوحاها إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإننا نكون في هدى، نكون في نور، نكون في سلامة، نكون على استقامة، لأننا رجعنا في عيشنا في هذه الدنيا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى وخالق كل شيء. الله سبحانه وتعالى لما خلق الرجال وخلق النساء، وجعل في الرجال ما جعل وجعل في النساء ما جعل، شرع شرائع حتى يستقيم عيش الناس في هذه الدنيا. ومن هذه الشرائع التي يستقيم الأمر بها ويبتعد الناس بإقامتها عن الشرور والمفاسد والآثام وما يضر المجتمعات وما يخلخلها وما يهلكها، الحجاب. فالله سبحانه وتعالى فرض الحجاب على النساء، وهو سبحانه وتعالى لما ميز بين الرجال والنساء ميز بين الرجال والنساء في الأحكام، لأنه ميز بين الرجال والنساء في الخلق. الذي يريد أن يعترض على التمييز بين الرجال والنساء في الأحكام أو في بعض الأحكام، لأن بعض الأحكام فيها اختلاف بين الرجال والنساء، وهناك أحكام لا اختلاف فيها بين الرجال والنساء وهي أكثر الأحكام. إنما النساء شقائق الرجال، كما جاء في الحديث في مسند الإمام أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه الأحكام التي جعلها الله تعالى متخالفة بين الرجال والنساء جعلها هكذا لأنه هو الذي خلق الرجال والنساء، وهو أعلم بما يصلح الرجال وأعلم بما يصلح النساء سبحانه وتعالى. فالذي يريد أن يعترض على الله تعالى في الأحكام فليعترض على الله تعالى في الخلق، ومن أراد أن يعترض على الله تعالى في الخلق فإنه قال كفرا وضلالا وحاول باطلا ومحالا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
قال الله تعالى في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وقال الله تعالى في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ثم قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن وأبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه كما في جامع الترمذي وغيره من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: المرأة عورة. هذا أمر يسخر منه كثير من الناس في هذه الأيام. إذا قيل المرأة عورة يقول: انظر إلى هؤلاء المتشددين، انظر إلى هؤلاء المتخلفين يقولون المرأة عورة. هذا خبر مروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. أخذ العلماء من هذه الأدلة ومن غيرها من أدلة الكتاب والسنة شروط الحجاب الشرعي، فإن الله تعالى لما فرض الحجاب لم يفوض الأمر إلينا حتى نضع أو حتى نحدد أي حجاب يكون، كمثل ما يفعل كثير من الناس. تكتفي بعض النساء ببعض الأقمشة بقطعة قماش صغيرة ملونة مزخرفة تضعها على رأسها وقد لبست بعض الألبسة الضيقة الشافة الواصفة وخرجت بذلك وقالت أنا محجبة. لا، الحجاب الشرعي دلت الدلائل الشرعية من الكتاب والسنة النبوية على شروط له. الشرط الأول أن يكون الحجاب ساترا للبدن، وهنا يأتي بحث المسألة المعروفة: هل الواجب على المرأة أن تستر جميع بدنها من غير استثناء شيء أم أنه يستثنى من هذا الوجه والكفان؟ وهذه مسألة الكلام فيها يطول، ولكن القول بوجوب ستر جميع البدن بما في هذا الوجه والكفان قول أبدا ليس شاذا، بل هو قول مؤيد بأدلة القرآن والسنة. ونقل الاتفاق غير واحد على منع النساء من الخروج سافرات، نقلوا اتفاق المسلمين على العمل على منع النساء من الخروج سافرات، وكان هذا في عموم بلدان المسلمين فيما مضى، ولا زال هذا قائما إلى يومنا هذا. في بعض بلاد المسلمين لا يسمح للنساء بالخروج سافرات. الشرط الثاني أن يكون الحجاب لا زينة فيه، ألا يكون مقصودا فيه الزينة، وألا يكون زينة في نفسه. لا يجوز أن تقصد الزينة بالحجاب نفسه باللباس نفسه، ولا أن يكون زينة في نفسه. ينبغي البعد عن التزين. هو مجرد ظهور المرأة، مجرد خروجها، مجرد بدوها قد يكون فيه ما فيه. فلهذا الزينة الظاهرة ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، كما جاء عن ابن مسعود أنه قال هي الثياب. ولا يصح ما روي من أن الزينة الظاهرة هي الوجه والكفان، على أن كثيرا من النساء يقولنا لا سنبدي الوجه والكفين. طيب إذا أبديتن الوجه والكفين كيف الأمر في بقية شروط الحجاب؟ سنسمع بقية شروط الحجاب: أن يكون الحجاب غير زينة في نفسه، ليس زينة في نفسه. أن يكون الحجاب واسعا فضفاضا، أن يكون لباس المرأة جلباب المرأة واسعا فضفاضا، لا يفصل، لا يصف، لا يبين كيف حجم العظام
والدلائل على هذا كثيرة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مرها فلتجعل غلالة تحتها فإني أخشى أن تصف حجم عظامها، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الشرط الرابع ألا يكون اللباس شفافا. إذن الشرط الثالث ألا يكون ضيقا واصفا. الشرط الرابع ألا يكون شفافا كاشفا. الشرط الخامس ألا يكون معطرا، ألا يكون مطيبا، ألا يكون مبخرا. والنبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما عند أصحاب السنن من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: أيما امرأة استعطرت فخرجت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. المرأة التي تضع العطر وتخرج بين الناس تمر بين الرجال فيجد الرجال هذا العطر وهذا الريح فإنها تكون في إثم زانية والعياذ بالله تعالى. والرجل الذي يرضى بهذا في زوجته وفي بناته وفي أهله يرضى فيهم بالسوء والإثم والعياذ بالله تعالى. ينبغي على كل رجل أن ينبه، بل أن يأمر، بل أن يمنع امرأته وبناته من أن يخرجن وهن متعطرات. فإن هذا، لماذا تتعطر المرأة خارج بيتها؟ ماذا تريد؟ هل تريد إثارة الرجال؟ هل تريد أن تبدو وكأنها كذا والعجيب أن كثيرا من النساء قد يتعطرن ويتبرجن ويتزين خارج البيوت، فإذا رجعت إلى بيتها تركت التعطر وتركت التزين وتركت التبرج وتركت التبختر وتركت هذه الأشياء. الشيطان يجعلها متزينة للرجال في الخارج، وأما أمام زوجها فليست كذلك. هذا الشرط الخامس: ألا يكون اللباس مطيبا، ألا يكون مبخرا. الشرط السادس: ألا يشبه لباس الرجال. أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت البياض، هذه كانت أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الثياب البيضاء. إذن المرأة لا تلبس البياض لأن هذا لباس الرجال. المرأة لا تلبس ملابس مما يعتاد الرجال قصرا وتلوينا وما إلى ذلك. المرأة لا تلبس السراويل التي يعتاد الرجال في بعض البلاد، وهذا أصله في البلاد الأوروبية والأمريكية لبسها، السراويل، البنطلونات وما إلى ذلك. لا يجوز للمرأة أن تلبس البنطلون وأن تخرج تمشي به في الشارع حتى لو زعمت أنها متحجبة. هذا يكون خللا واضحا في الحجاب، لا يجوز هذا. الشرط السابع: ألا يكون اللباس فيه تشبه بالكافرات. وللأسف هذا مما ابتلي به الناس. يعني تجد في الواقع بالنسبة للشرط السادس ألا يكون اللباس مشبها أو فيه تشبه بالرجال، تجد أن كثيرا من النساء يتشبهن بالرجال، وفي المقابل تجد بعض الرجال يتشبهون بالنساء. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه لعن المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن المتشبهات من النساء بالرجال. أيضا الأمر الثاني: التشبه بالكفار في اللباس. هذا مما انتشر وشاع وقذع الأنظار والأسماع من الرجال والنساء جميعا. لا تظهر كما يسمونها الموضة الجديدة أو الأنواع الجديدة أو الملابس التي بالأنظمة الجديدة، لا أريد أن أعبر بكلمات أجنبية. كلما ظهر شيء من هذا في بعض البلاد الأوروبية الغربية الأمريكية مباشرة يستورد إلى بلادنا مباشرة. ولهذا عندهم الآن الموضة الملابس الضيقة هي يلبس الشباب وتلبس الشابات، بل يلبس الرجال والنساء الكبار يلبسون أيضا تلك الملابس الضيقة. القصيرة قصيرة، إذا كانت عندهم طويلة صارت طويلة، وهكذا. ونحن لا يجوز لنا أن نتشبه بالكفار، ولا يجوز لنا أن نكون جالسين منتظرين استيراد كل شيء يكون عند الكفار، لا سيما في حق النساء. لا سيما في حق النساء. لا يجوز بنساء ولنساء المسلمات التقيات المؤمنات العفيفات المصليات أن يتشبهن بالنساء الكافرات اللواتي كثير منهن عاهرات من غير أي مشقة أو حياء.
العادي جدا عندهم التعري والتبذل والظهور والخلع، لا يراعون شيئا من هذا، حتى لا يراعون ما في الشرائع عند اليهود والنصارى، لا يراعون شيئا. لا يجوز للمسلمين أن يكونوا بهؤلاء من المتشبهين، ولا يجوز للمسلمات أن يكن بهؤلاء النساء الكافرات متشبهات. نحن مسلمون نعتز بديننا، نعتز بإيماننا، نعتز بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ننظر في صحيح البخاري نجد كتاب اللباس. لا تنخدع بجاهل يقول لك ليس في الإسلام كلام حول أحكام اللباس. كيف؟ في القرآن وفي السنة، في صحيح الإمام البخاري، في صحيح الإمام مسلم تجد كتاب اللباس. اقرأ تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو يقول إن هذه من زي الكفار فلا تلبسها. هذا لا يجوز لرجل ولا لامرأة أن يكون متشبها أو أن تكون متشبهة بالكافرات في اللباس. الشرط الثامن ألا يكون اللباس لباس شهرة، يعني لا يجوز لامرأة تعلم أن النساء يلبسن مثلا السواد أن تتميز بلون حتى تكون بادية بينهن متميزة عنهن. كل النساء يلبسن لونا أو يلبسن ألبسة معينة هي تريد في الشكل في اللون في إطار ما، حتى لو لم يكن في هذا تبرج في الأصل، لكنها تريد هذا حتى تكون متميزة. كذلك في الرجال، شخص يلبس لباسا خاصة لأجل أن يكون به مشتهرا، لأجل أن يكون به مميزا، يلبس الألوان الحمراء والخضراء والملفتات ويصنع أنواعا من التزيينات والحركات. من لبس ثوب شهرة ألبسه الله تعالى ثياب مذلة والعياذ بالله تعالى. فينبغي الحذر، هذا الأمر محرم على الرجال والنساء. لباس الشهرة محرم على الرجال والنساء، التشبه بالكفار محرم على الرجال والنساء، التشبه بالنساء محرم على الرجال، والتشبه بالرجال محرم على النساء. خلق الله سبحانه وتعالى الرجال ينبغي أن يكونوا رجالا، وخلق النساء ينبغي أن يكونوا نساء. والسير بشريعة الله والائتمار بأمر الله والله فيه الخير والسعادة. واعلموا أن بعض الناس إذا رأى شخصا مستقيما يقول أنت أيضا إذا رأيت الناس يلبسون شيئا فالبس مثلهم، ويقولون لامرأة إذا رأيت النساء يلبسن شيئا فالبسي مثلهم. لا، هذا يكون فيما لا يخالف شرع الله. أما إذا كنت في بيئة أو في مكان كثير من الناس قد يخالف أو قد يترك المنبغي أو قد يترك الشيء الذي فيه اتباع السنة، فإذا أنا فعلت هذا ونويت أن هذا لله تعالى فلا يضرني ولا أمر بترك هذا أبدا. وهنا التنبيه على أن يكون الأمر مخلصا لله وليس مجرد إظهار ظاهر، وإنما يكون المرء حريصا على اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن. أيها المسلمون، ينبغي أن تعرفوا هذه الأحكام وأن تعرفوها بأدلتها وتفاصيلها، وأن تتعلموها وأن تعلموها نساءكم وأن تعلموها أخواتكم وأن تعلموها بناتكم وأن تعلموها من تستطيعون من المسلمين. فإن انتشار الحجاب بين المسلمات وإن قيام البيوت على ما يحب الله تعالى ويرضى هذا سبب الخير والسعادة والعز والفلاح والفوز. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يصلح أعمالنا وأن يجعلنا عاملين بما يحب ويرضى ولما يحب ويرضى، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله واحرصوا على الحياء. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: الإيمان 70 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. هذه شعب الإيمان، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وكذلك في الصحيح من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما
أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر على رجل وهو يعظ أخاه في الحياء، مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، يعني يقول له لا تستعمل الحياء دائما، لأن الحياء قد يضرك، ولأن الحياء قد يكون فيه جور على مصالحك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لذاك الواعظ بالتقليل أو الترك للحياء في مواضع، قال له دعه فإن الحياء من الإيمان. وكذلك ثبت في صحيح مسلم وغيره من حديث عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء خير كله، الحياء خير كله، الحياء لا يأتي إلا بالخير. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو الرسول والنبي والإمام والقائد والشجاع والبطل والمقدم صلوات الله وسلامه عليه، مع كل هذا ومع مناصب القيادة والإمامة ومع كونه إمام المسلمين وقائد جيش المسلمين والقاضي بين المسلمين والمقدم بين المسلمين والمواجهة للكافرين والمضاد للمبتعدين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان مع كل هذا أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا بد من الحرص على الحياء، لا بد من تنشئة هذه الأجيال الصاعدة، هذه الأجيال الجديدة لا بد أن تنشأ على الحياء الذي ينظر في كثير من الأولاد والبنات عند خروج الأولاد من المدارس، تنظر إلى الأولاد عند خروجهم من المدارس، تنظر إلى البنات عند خروجهن من المدارس، حتى في المراحل الابتدائية فضلا عن الإعدادية والثانوية، تجد أسلوب الكلام، أسلوب الانطلاق، النظرات، الكلمات، الحركات، السكنات، تجد بعدا عظيما عن الحياء ولا حول ولا قوة إلا بالله في مختلف المجالات. في مختلف المجالات تجد أن الحياء في بعض الأحوال يكاد ينعدم. يساعد على هذا القنوات الفضائية والقنوات الأرضية، القصص والأفلام والمروجات والمرويات والأحاديث والمتناقلات بين الناس. تجد أن كثيرا من هذا يصب في إطار إخراج الناس عن الحياء. صار كثير من الشاب تجده في سن 20 أو أقل أو أكثر يخرج لبس البنطلون الجينز واللباس الضيق من أعلى، وصفف شعره بذاك التصفيف العجيب الغريب، وخرج يستعمل الألفاظ القبيحة ويتكلم بالكلام السيء، ويرى وكأنه النجم الأوحد في البلاد. كذلك ترى البنت قد تبرجت، البنت الصغيرة التي لم تبلغ ربما 15، تجدها قد تبرجت وتزينت وخرجت تمشي وكأن كل الرجال في كل الشوارع في كل مكان سيكونون إليها ناظرين. يؤيد هذا ويؤيد هذه، يشجع هذا ويشجع هذه ناس في العائلة ومن خارج العائلة، وما يعرض في أجهزة التلفزة، وما يعرض في كثير من الوسائل التي تكون موجودة ومتوفرة في الأيدي وفي الجيوب وفي المنازل وفي الغرف وفي ما إلى ذلك. وللأسف تجد أن الأمر من انحدار إلى انحدار ومن بعد إلى بعد. وكان الآباء والأجداد حتى مع ضعف في التدين قبل 50 سنة وقبل 60 سنة على الأقل في بعض الأمور يحرصون على تنشئة الأبناء على أنواع من الأدب وأنواع من الحياء وأنواع من الاستقامة. أما في هذه الأيام وخصوصا في هذه الأيام تجد أن الأخلاق تكاد تفقد، وأن الآداب تكاد تفقد، وأن الحياء يكاد يفقد من كثير من الناس، من الرجال والنساء، من الكبار والصغار. لا أعمم في الكل لكن أقول في الكثير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا بد أن نحرص على الرجوع إلى الأخلاق الإسلامية، إلى الأخلاق القرآنية، إلى الأخلاق النبوية، إلى تلك الأخلاق السليمة القويمة التي تجعل حياتنا وتعاملاتنا كلها مستقيمة، تجعل أمورنا كلها سليمة. تجد أن الأمور إذا ما تعاملنا على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تستقيم وتتقوم. متى يكون الاعوجاج؟ متى يكون الضياع؟
متى يكون الخلل السياسي والخلل الاقتصادي والخلل الاجتماعي؟ متى يكون كل هذا؟ إذا ما أعرضنا عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا لم نخلص لله سبحانه وتعالى، وإذا لم نكن حريصين على رعاية ما أمر الله تعالى برعايته، وإذا لم نكن حريصين على حفظ ما أمر الله تعالى بحفظه. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. احرصوا عباد الله على تنشئة أبنائكم، على تنشئة بناتكم، على أن يكون في بيوتكم الحياء، على أن يكون في بيوتنا الأخلاق القويمة، على أن يكون في بيوتنا اتباع القرآن والسنة، التعلم للقرآن والسنة، الازدياد من القرآن والسنة، على أن نتواصى بالحق ونتواصى بالصبر. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لا بد أن يكون في بيوتنا التواصي بالحق والتواصي بالصبر، لا بد أن يكون بيننا التواصي بالصدق والتواصي بالإخلاص والتواصي بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو جهل كثير من الناس، ولو أعرض كثير من الناس، ولو صد كثير من الناس، ولو صد كثير من الناس، ولو بعد كثير من الناس، ولو ابتعد كثير من الناس، ولو انحرف كثير من الناس، ولو انتكس كثير من الناس، عليك أنت أن تتمسك بالحق الذي جاء من عند الله سبحانه وتعالى بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولن يمكنك هذا إلا بإصلاح العلم وإصلاح العمل والصدق والإخلاص لله سبحانه وتعالى في كل هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح بيوتنا وأن يصلح قلوبنا وأن يصلح أعمالنا وأن يصلح بنياننا وأن يصلح أولادنا وأن يصلح بناتنا وأن يصلح نساءنا وأن يصلح بلادنا وأن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.